وإنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أمي يا حلوة اللبن، إلى جنة لا يعرف آخرها ولا ينتهي مداها، إلى جوار لا يرهقك ولا يحزنك، إلى الغصور التي بناها الله لك بعظيم صبرك وسخاء يدك، إلى أحبتك الذين رحلوا قبلك، إلى رضاء ورضوان رب السماوات. انتظريني عند باب الجنة يا أمي، وقولي تعالي يا حبيبتي لنكمل حديثنا معا. أستودعك الله يا أمي حتى أعانقك في الجنة، في نعيم لا يزول ولا يفنى. رحمك الله فقيدة قلبي وروحي، رحمة تجيرها من النيران يا رب العالمين. أستودعك الله يا حلوة اللبن. السلام عليكم ورحمة الله. كيفكن يا أخوات ويا بنات؟ إن شاء الله كلكم بخير وعلى خير. طبعا بعد غياب أكتر من 8 شهور. صراحة يعني كان ظرف، يعني جانا فجأة كده وسافرت السودان ياهو في رحلة مع العلاج مع الوالدة الله يرحمها، وكانت رحلة صراحة طويلة وكلها مليانة مشاعر وحزن، وما نقول إلا الحمد لله رب العالمين. ربنا اختار إلى جواره. وحتى بعد ما رجعت هنا لبيتي يعني خدت فترة طويلة، يعني ما طلعت من الحزن، اكتئاب، حزن، فراق، ألم. الحمد لله رب العالمين. بس أنا دخلت علشان أوريكم الحاصل، وكمان علشان كل من يشوف الفيديو ده يدعو للوالدة بالرحمة والمغفرة، وربنا يجمعنا بأحبائنا كلهم في جنات الفردوس يا رب العالمين. يعني وكمان بوصي أي واحد أو أخت أو أخو يكون عنده والدين حيين يحاول إنه ما يقصر فيهم بقدر الإمكان، يحاول كل لحظة ويعيشها معاهم، لأنه صراحة يعني فقد الوالدين وخاصة الأم شيء ما سهل، ما سهل أبدا. يعني كأنه الدنيا بما فيها هي يعني خلاص فاضية، صراحة دنيا فاضية ما فيها شيء. الحمد لله على كل حال. فأدعو لأمي بالرحمة لو سمحتوا، وربنا يرحم كل أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله.